كلنا شفنا فيديو قبل الجديد وشفنا قوة المكبس في ضغط الحاجات اللي كانت تحته عشان يطلع لنا الايباد. بس اعرف ايه الجهاز ده؟ ده اسمه الهيدروليك بريس، ودي اهم قطعة فيه، البستم. البستم هو عبارة عن شكل اسطواني، شكل الحركة عليه بتبقى انزلاقية او من فوق لتحت، وفكرته ببساطة انه بينقل الحركة من مكان للتاني عن طريق ضغط الزيت، زي ما بنشوفها في الرافعات والمكابس ومعظم المعدات التقيلة. طبعا زي ما انت خمنت انها قطعة بتتعرض للاحتكاك الدايم ومستمر، فبتبوظ وما بيبقاش شكلها زي الاول، واكيد ما بتترميش بعد فترة لان ده هيكلف العميل كتير. طب ممكن يتحافظ عليها ازاي؟ والاجابة هي الهارد كروم. بيستم بعد فترة بتبتدي الطبقة اللي عليه من بره تتآكل بسبب الاحتكاك والعوامل الجوية وبعض المواد الكيميائية، فبياخد هارد كروم عشان يديله المتانة ونعومة أثناء العمل ويطول من عمره الافتراضي، وده بيبقى شكله. وبس. لو عندك أي استفسار على الطلب بالهارد كروم فممكن تتواصل معانا هارد كروم تكنولوجي، وهرد عليك في أسرع وقت. وأكيد طبعا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب واعمل فولو على فيسبوك ويوتيوب.